طالب المرصد الجامعي الدولي من أجل الصحراء الغربية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة النظر في موقفه من قضية الصحراء الغربية الذي اعتبروه مناقضا للقانون الدولي والأوروبي. وفي رسالتهم إلى ماكرون أشار عدد من الأكاديميين والجامعيين إلى الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إلى ملك المغرب في 30 من شهر جويلية المنصرم فيما يتعلق بإدارة الصحراء الغربية، وطالبوه بالانصياع للقرارات الدولية والأوروبية التي كان آخرها قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يبطل الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. إن موقفكم يتعارض مع قرارات المحكمة الأوروبية الصادرة بشأن هذه القضية، ولن يؤدي إلا إلى زيادة التوترات فيما بين بلدان المغرب العربي وبينها وبين أوروبا، ولذلك فإننا نطالب بإعادة النظر في موقفك بشأن هذه المسألة. ومن الضروري بالفعل أن تدعم فرنسا حوارا شاملا يحترم حقوق الشعب الصحراوي، ما يعني المساهمة في تسوية عادلة ودائمة لهذا الصراع لإنهاء الاستعمار. زيارة ستزيد من تعميق أواصر العلاقات الثنائية المتوافقة والمتطابقة في الرؤى وفي المواقف الثابتة والحازمة مع حاضر هذه العلاقات ومستقبلها، وتبتغي خلق ظروف موازية لتحقيق النماء المشترك ذي قيمة مضافة عالية من شأنه تعزيز التنمية المتوازنة والمتناسقة والمتعددة الأبعاد. فبفضل الإرادة السياسية القوية والحتمية التاريخية والارتقاء حول عدد من القواسم المشتركة، يتجه المغرب وفرنسا نحو المستقبل ونحو تأسيس تحالف استراتيجي قوي بين بلدين يعرفان بعضهما حق المعرفة. وزيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لبلادنا تأكيد على المسار التصاعدي الذي تعرفه العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، التي تقوم على تاريخ طويل من الروابط وحاضر من التعاون الوثيق ومستقبل واعد. راكم اختاريتوا وعرفتوا اش تختاروا. لا حديث في الصحف الأوروبية اليوم إلا عن موضوع مقتل سائحة سويسرية في الجزائر في جنيت جنب القيادة العسكرية. فضيحة بكل المقاييس لبلد أصبح غير آمن، كما كشفت التونسية الشابة الصغيرة دنيا قاني اللي راحت هناك واستأسدوا عليها، وزي ما هتشوف معايا برضو في الفيديو واحدة تانية تونسية. أصبح بلد غير آمن كما قالت الفرنسية، ونشرت لك فيديو بيها. نخدم لك الاشياء اوطو هذا تاع الاشياء كل جبتو انا الجدرميه. وش هذا؟ راني قلت لك هذا راني مبلي به. وش هذا؟ من الخميس للخميس